اهلا بيكم في فوز بالطايه. معلش بقى على القعده الجديده دي، بنظبط شويه حاجات في الديكور كده، وان شاء الله الاسبوع الجاي كده هتلاقوا فيه شويه حاجات جديده، وفي رمضان باذن الله. والدنيا ساقعة وعايزين نخرج. الدنيا انت برضه متكتك. نزلنا بص ده منظرنا بقى. عندنا بقى الدوري الانجليزي، وصلاح ومرموش وصلاح ومرموش والفيل. والدوري راح الفيل مش طالع، الفيل وقع وما طلعش الشجرة وما طلعش. وعندنا حاجات كتير في الدوري الانجليزي هنتكلم فيها النهارده مع بعض. عامل ايه يا خالد؟ الحمد لله والله. خلينا نبتدي بقى بالماتش البونبونيه بتاعت الجوله. كان في مباراتين. انا الارسنال وقع. لا مش بونبونيه دي على طول كده كده كانت انا كنت متوقعها وانت كنت متوقعها بكتير. لا مش متوقعتش. بس ما توقعتش اللي هو يعني بعد ماتش اللي عمله قدام ليستر اللي هو بعد كده هيخسر وست هام. مش وست هام فرق عن ليستر، بس انت دي اقرب فرصه ان انت كنت بتطمع السيتي تكسب لك ليفربول، ففرق يقل ال5 نقط. باشا ارسنال سنون خلاص. ارسنال بيخسر دايما كل سنه او يتعادل قدام فولهام وست هام، يعني اي حاجه فيها هام فاهم بتوقع له وتخسره الدوري. السنه اللي فاتت فولهام لو انت فاكر فاهم كان تعادل ملوش اي لازمه. السنه دي فاهم بص ده هو بيشوف فين التعبان مولة ويسلم نفسه قدامه. بس خلي بالك برضه انا مش هقدر يعني لو احنا رحنا من الحته دي. هو كده كده ارسنال عندها غيابات كتير، وانت عارف ان الارسنال قبل ماتش ليستر احنا قلنا اللي هو الغيابات اللي عنده في الخط الهجومي ده كي هافرد بسبب كل الناس دي، ولسه اللي هيرجع له مارتينيلي وكل الكلام ده كان قبل ماتش ليستر. فكده كده هو كان عندهم غيابات. بس انا بكلمك لان انت دلوقتي ليفربول المره دي لما كسب تمام هو كل اللي تحتيه كلهم خسروا. مفيش غير نيوكاسل، ونيوكاسل لما كسبت حد كسبت من اللي تحتيه. يعني ارسنال خسر، نوتنجهام خسر، السيتي خسر، تشيلسي خسر، ونيوكاسل هو اللي تحتيهم هو اللي كسب. بس الوحيد اللي كسب فريق من اللي فوق. ايوه فانت بتتكلم ان ليفربول اصلا وكالون هو رئيس بقى لوحده. فهو المنافسين مساعدين، يعني كده كده المنافسين اصلا مساعدينه. ليه بنتكلم مفيش منافسه في الدوري؟ لا هو مفيش منافسه. فاكر احنا قلنا ان عنده فرصه كبيره قوي ان هو يفنش الدوري ويخلص ويقفل قصه الدوري دي في شهر 3. يعني انت كنت متوقعها وانا كنت متوقعها وانا دايما قلتها كمان بالتواريخ، وقلت لك بعد لو عدى ماتش السيتي من اسبوعين 3 قال لو ماتش السيتي خلص وعداه مش عداه وخلاص بقى ده عداه يعني. لا خلص الدوري يا معلم، ما عنديش حاجه تاني. خلصوا. يعني بنتكلم ان هو خلاص سيتي على اللي واقف. الشوط الاول 2-0 في اللذاذه، ساب الكوره في الاول، هاجم براحتك وبتاع، كورنر ملعوبه ضربوا عليها الماتش اللي قبليه. الماتش اللي قبليه ايه؟ انا شفتها في ماتش يعني وانا براجع الماتشات بتاعت ليفربول وبحاول يعني اشوف حلولهم ايه السنه دي وبراجعها كده، لقيتهم انهم عاملينها في ماتش ريال مدريد في الشامبيونز ليج من شهر 10. يعني الجمله دي ده شغل مدرب طبعا. هي بس برضه انا قعدت افكر فيها كده من ناحيه ثانيه. قلت دلوقتي يعني ارسنال الدوري ده بغض النظر طبعا اكتر فريق اتشهر السنه دي في العالم، وكان فيه احصائيه اللي هو ده اكتر فريق جاب من ضربات الثابته جوان كان ارسنال. فكره طبعا فكره البلوكينج فكره اللي هي لعبه الكون اللي هم كانوا حافظينها، البلوكينج على الجون اللي في مدرب بتاع الكلام ده. ودلوقتي كمان ليفربول عملوا فكره برضه فكره الكورنرز والعجل. بس انا يعني اللي انا مستغربه، انا بس هسألك حاجه، بس حاجه ازاي بقى دلوقتي سيتي تفصيله زي دي تعدي على جدول؟ لا مش تفصيله، مش بقول لك اللي اتعملت فيه كده اتعملت فيه دي كارثيه. ده انت لسه اصلا وانت بترجع بسم الله الرحمن الرحيم انا بفتح اي كتاب بشوف لي يا ابني هات اخر ماتش، يا ابني شوف يا ابني فريق عامل ايه. لو ما اعرفش الواحد بعد في افريقيا هتشوف اخر ماتش. فدي يعني بغض النظر ازاي سيتي ما حاولش اللي هو يعمل زي ما ارسنال وليفربول عملوا، واللي هم يستغلوا الضربات الثابته ويبقى ليهم نمط معين يقدر سيتي. بما ان الكره ما عندك همشي معاك يا عم، الكره ما عندك مع اني مش مقتنع الكره ما عندك، وانت عندك غيابات ورودري والكلام واوف سيزون خالص، نمسك غيرش في التفصيله زي دي كانت ممكن تخلص لك ماتش عادي. ليه جوارديولا ما اشتغلش على فكره يبقى عنده زي ما اقول لك مدرب للكرات الثابته وبتاع كده؟ انا لان السنه دي تقريبا مانشستر سيتي قال الفرق اللي جاب جول من ضربات ثابته، لان هو ما عندوش حد متميز في الضربات الثابته حتى هالاند.
هو احنا بنتكلم دلوقتي ليفربول دلوقتي لما جابت الجون المره دي، هو هل صلاح ثبت على الارض؟ تمام يا عم، ده فكر جديد، هو لازم الكره تكون مرفوعه. ده بالعكس، انا فكره بتاع ليفربول احترمه اكتر من فكره بتاع ارسنال. انت ارسنال في الاول وفي الاخر في 3 بيروحوا، مارتينيلي رايح هنا وانا مش عارف مين، وجابرييل رايح هنا وجابرييل، وتحط الكوره محفوظه. انت بينافسك في ارسنال، انت بتكون حافظها. مش فاكر مين الفرقه الوحيده باين كان فولهام اللي قفلت عليهم الخطه دي او مين، انا مش فاكر في الدوري الصراحه، بس بكلمك تقريبا. انت دلوقتي بالعكس، دي بتاعت ليفربول اصيع. كوره بتتلعب على الارض، واحد بيطلع بعد كده بيلعبها الواحد جاي واقف في نص الجون قدامه فاضي، وصلاح شاطها بغض النظر عن ديفليكشن وخبطت وغيرت اتجاه، بس كده شاط صح. في جمله معمول، انا بقول لك مش محتاجه لعيبه خارقه، مش محتاجه لازم لعيب يبقى طويل ولا اي حاجه، محتاج جمله تتحفظ. يعني زي اي فرقه في العالم كانت بتكسب من الحوارات دي. بس بقول لك ارسنال كان مشوار الارض بتاع ده، وليفربول اللي هي بتنافس على الدوري لما لقت اللي الفرق بدات تتكتل قدامها، وماتش تعادل ايفرتون وماتش تاني، بدات تفكر على حلول. ده شغل مدرب اللي هو يقدر يعمل حاجه زي كده. انا بقول لك الارنسوت محظوظ في فكره اللي الفرقه اللي تحتيه وقعت، بس هو في الاول وفي الاخر ما تتحرق الفرق اللي تحتيه، ما انا عايز اكسب. هو مسك الفرقه بتاعت كلوب عن جداره يعني بالظبط. انا بقول لك ده مش بقلل منه، لا هو فعلا متصدر على الصداره. ما فيش فرقه في الخمسه اللي تحتيه، في ال 19 فريق اللي موجودين واحد فيهم يستحق فرصه او اتظلم في فرصه كانت ممكن تؤهله اللي هو يبقى فوق ارسنال، قصدي يبقى فوق ليفربول. فارن سلوت عمل مجهود كبير وصل الفرقه. هو محظوظ على كذا من شق. اول حاجه الاصابات لما ما ضربتوش الموسم ده، ليفربول كان كلوب كان لسه ماشي، بس لغايه دلوقتي 3 انت عارف، لغايه دلوقتي كلوب كان بيعاني دايما من فكره الاصابات. تمام، فالاصابات ما وحتى الاصابات يعني يوتا لما اتصاب ودياز قدر هو بتفكيره اللي هو يعمل حلوله هو، فقدر يتصرف هو الفرقه كلها بالظبط. واللي بيتصاب في كاجبو بيقدر يشيل، نونز ساعات بيقدر ده كاجبو كان اوف سيزون بقى من اول ما جه اصلا، بس فهو دلوقتي المره دي هو ده منزله خلاص في اخر ماتش اصلا، من هو منها خلاص الناس تانية فايق. فانا بكلمك ليفربول فيها نسبه حظ، بس الحظ ما يجيش غير المجتهد يا جماعه. هو تعب، الفرقه تحتيه مستواها مش حلو، تمام، الاصابات ما ضربتوش، بس هو الماتش ده يقدر يقول لك ليفربول كسبت سيتي ازاي براحه رايح جاي. بس عمل البدايه بتاعت التشكيله ونلعب 4-4-2 ويلعب صلاح ودياز بس هم اللي قدام، ويمسك نص الملعب بالطريقه دي. يعني هو مش ماسك نص الملعب، هو ساعات كان بيسيب نص الملعب، بس هو مسيطر على نص الملعب. لا وعامل بلوكينج، ضاغط بصلاح ودياز من قدام، ومعاهم سوبوسلاي وتحتيه كورتيس جونز وتحتيه ماك أليستر وجرافنبرخ تحتيهم او الثالث بتاعهم. فعامل جرافنبرخ كمان كان بيلعب وكان لاعب ماتش حلو قوي. فانه ما ابتداش بفيرو، ما ابتداش بيوتا، ما ابتداش بكاجبو مع دياز وصلاح، صايع قوي. هو عنده حلول ولعب 4-4-2 فعلا. الفرقه كلها تحس انها كانت هي رايحه، انا رايح الاتحاد بيلعبوا نهائي تشامبيونز ليج يا معلم، مش بالظبط. نهائي بيلعبوا نهائي. في كوره مش عارف، كان في كوره بتاعت كانوتي اتشاطت مش عارف مين وراح قاموا للجمهور. ايوه نهائي تشامبيونز والله العظيم، مش ماتش دوري. ايوه لما خبطت في صدره والناس قالت لا دي جت في ايده وبتاع. لا انا بقول لك هم كانوتي فايق، فان دايك فايق، كل الفرقه فايقه، الفرقه كلها فايقه امبارح. السيتي فضل مستحوذ الشوط الثاني تقريبا اكتر من ثلث ساعه، ولا فرصه. وحتى الفرصه كانت اللي بتاعت مرموش الاوفسايد، وبعد كده بقيه الفرص مفيش. هو تحس ليفربول خلاص الماتش خلص بدري قوي 2-0. على ايه يعني؟ كان عندنا ملحمه صلاح ومرموش. انا بتكلم على الكينج بقى. الكينج اللي هو كده اصلا ايه اللي في التوب دلوقتي. مرموش ان شاء الله يعني صلاح يحقق يعني ان شاء الله قد صلاح ويوصل اكتر كمان. بس دلوقتي احنا في قصه كبيره فشخ. لاعب مصري فاضل له 3 جوان ويبقى اكتر لاعب اجنبي مسجل في الدوري الانجليزي. معدي مين بقى؟ تعال مسجل مش مسجل كاسيست كجول. انا اسيست في الموسم ومسجل. لا ما هو مسجل في التاريخ اجنبي مش انجليزي. تمام، بس قصدي ما هو جاب اول موسم كان 32 جون، هو لسه 25 كتوتال كاوفرول. لا جول انا اسيست مساهمه هدفيه بس. لا وجولز كمان، يعني جولز هو كمان هيبقى اكتر واحد مسجل اجنبي
مش الان يعني مش الان شيرر ومش اللي تحتيه ومش اللي تحتيه مش هاري كين، كلهم دول انجليز. انت بتتكلم على التوب سكور، انا بتكلم على فكره بير سيزون يا باشا هو خد الارقام كلها وماشي وعمال يدغدغ في امها. وفي الموسم الكام ليه؟ في الموسم الثامن على السابع ولا الثامن واللي هو ايه 18 سابع ايش بيرجع مستواه اللي اول ما جه هو عمل موسم نادي، ودلوقتي هو بيعيد مستواه. هو كده هو مستواه ما كانش شويه، بس قصدي اللي هو بعد 7 مواسم او 8 مواسم لعيب بيعمل نفس التركيز وكمان ايه ده بيعمل اكتر عشان طبعا على سنه. مش ده بقى معلم يعني بقى معلم يعني اسيستات الاسيستين يعني سيبك من الاسيست بتاع الجون بتاع عامل كي باس كتير قوي، عامل كي باس فرص محققه واحده لدياز واحده لسوبوسلاي. ايه ده؟ مش هبالغ الاسيستات دي انا كنت ساعات بشوفها من ميسي، ساعات بشوفها من نيمار. هو يا باشا انا زيهم وانا عديت نيمار كمان. انا الناس دلوقتي بتحطني بعد ميسي ورونالدو، الناس بتحطني كاستمراريه في اخر 15 سنه بعد ميسي ورونالدو. هو كده انا بقول لك هو في الاول في الاخر صلاح عنده السنه دي فرصه اللي هو يجيب كريكورد لنفسه كبير قوي. فاضل له 3 اجوان على الاجوان الكتير اللي هي اكتر واحد اجنبي غير انجليزي مسجل بالظبط. وفاضل له 3 اسيستات او اسيستين ويعادل دي بروين وهنري كاكتر واحد عمل اسيستات في ماتش واحد. وفاضل له حاجات كتير. انا يعني من كتر هو كده انت لازم تتكلم صلاح. احنا في الجوله ال 26 على ما اظن 26 هو لعبوا 27 اللي هم لعبوا 27 جاب 25 جول تمام. فاضل له كام جوله؟ فاضل له 11 جوله كده او لعبوا 28 يعني هم لعبوا 27 70 ماتش بس فاضل له 11 جول. هو اعلى موسم اللي جاب 32. فصلاح عادي جدا بالمعدل ده يا اما يوصل ل 32 جول اللي هو اول سيزون اللي هو بدا فيه، يا اما ممكن يكسره عادي جدا يبقى 33 34. ده عادي امر سهل. كمان صلاح اللي مفرقه عن اول سيزون هو بدا فيه حجم الاساس اللي انت بتقول عليه اللي بتتكلم فيها متكامل اللي هو انا مش بلعب لوحدي متكامل بطريقه غريبه السنه دي. وده يعني متهيألي طبعا ارن سلوت ليه دور، بس صلاح هو من نفسه هو كمان. انا رايح يا معلم، انا رايح انافس على بالون دور السنه دي. انا شايف سيبك من كل السنين اللي فاتت، السنه دي ليفر لو في نهائي الشامبيونز، طبعا هو في سكه الريال فانا ما اتمناهاش، بس يعني لو وصل نهائي الشامبيونز هو كسب او خسر الشامبيونز هو صلاح بالون دور. لان هو عمل الموسم كلنا بنتكلم بقى على رافينيا في برشلونه ومش عارف مين ومين ومين ومين. شوف حد في التوب ليفل ده بقاله 7 شهور من اول موسم ابتدى مفيش. لا وفي عمره مفيش. لا انا بتكلم على السنه دي الموسم ده كمان في سنه يعني وفي سنه رافينيا اصغر منه. اي حد بقى تاني اصغر منه، لكن بنتكلم اللي هو كسنه دلوقتي وبيعمل المستوى ده. طبعا ده حاجه انا بقول لك هو في التوب 3 بالون دور من قبل ما الشامبيونز يخلص. انت انا كده كلنا بنتمنى كده، بس تعرف طبعا الموضوع ده بيضرب. الموضوع ده ضرب بكميه، بس مفيش هيبقى كميه بجاح اكتر من كده بقى لو حصل حاجه غير كده. يعني حصل قبل كده لما جه حصل على ريبيري عادي يعني. ماشي اللي حصلت لرونالدو وميسي ماشي، بس ما انا بقول لك بقى ما هو السنه دي انت ما تبص خلينا في الاول وفي الاخر من دلوقتي مش رونالدو ولا ميسي ولا في حد، مفيش حد، ما في انا لوحدي على الساحه. ايش انت لازم خلينا ما نسبقش الاحداث. هو صلاح مش خطوه بخطوه. اولا هو على ما اظن شكله انا مش عارف، انا بتوقع اللي هو قفل ملف التعاقد او التجديد مع ليفربول لغايه ما الموسم يخلص. يعني هو كان سايب الفتره اللي فاتت والضغط، فاكر لما كان بيقعد يتكلم كتير يا عم بيتكلم وبرده ما كانش بصراحه كان مركز هو الراجل. لا بس كان في فتره اللي هو ماتشين 3 كده فلتوا منه. ايوه تمام. صلاح دلوقتي ما بقاش يتكلم في الموضوع ده نهائي، اللي هو طب خلاص يا جماعه انا هوريكم انا مستواي بيعمل ايه الفرقه وهيعمل ايه. شفت جوارديولا ولو انتوا شفت طبعا حديث مع جوارديولا دي طبعا كمان حابب اقول لك حاجه. دي لحظه حتى الناس لو ناس بتحب صلاح او ناس ما بتحبش صلاح ولا اي حاجه، هي لحظه عظيمه فشخ. انت لما تلاقي انا بص حسيت كده يا ابن اللعيبه يا ابن الفشيخه. انت بتتكلم جوارديولا جوارديولا بقى بيقول له ايه يعني بيشرح التاكتكس. هو خلي بالك انت جوارديولا هو ايه بيقول له كذا وكذا وكذا وبضحك وبتاع. هو في طريقه تاكتكس اللي هي دي بتعجبني دايما في جوارديولا، اللي هو بيتكلم تخيل جوارديولا من الناس اللي بتصنف من اعظم المدرب في التاريخ والناس بتصنفه كده، وهو كده واحد من اعظم المدربين اللي جم في البريمير ليج ومن اعظم المدربين اللي جم في التاريخ.
واقف مع صلاح لعيب مصري افريقي مش اوروبي تمام، فشخ فرقته، فشخ له جوفارديول مسح له، فاهم الواد جوفارديول خده يمين وشمال فشخ له فرقته وهو قدام جون واسيست، عمل له خطأ كتير قوي كتير جدا تمام، وهو واقف معاه بيتكلم معاه اللي هو السليجنز، عارف اللي هو فريق اللي انت بتتكلم ولذاذه وبتاع وحضن ما بيتكلم وبيسلم ده وبتاع كده. فلحظه يعني انا بقول لك دي لحظه مهمه جدا حتى في تاريخ محمد صلاح نفسه هو ليه شخصيا، لما جوارديولا واقف بيتكلم معايا اللي هو عارف اللي هو تو فريندلي، كأن صلاح ده عندي في الفرقه، كأن صلاح ده موجود. انا لسه هقول لك بقى اللقطه دي تخوف ليفربول. صلاح مش بيتخيل ده، صلاح عمره ما هيعمل حاجه عادي. انا عايز اكمل في انجلترا، وانت وناس كتير عملتها، يعني لامبرد عملها مثلا مع السيتي، بس في الاول في الاخر لامبرد كان خلاص كده رايح يلعب سنه واحده وكان لا الموضوع كان مختلف. ليه الموضوع كان مختلف؟ سيتي لما كانت ساعتها لما لامبرد راح كان ليس المنافس على الدوري زي ما هو دلوقتي، ولا الهايلمان ده، ولا كان عنده الارث القروي اللي هو عمله دلوقتي. سيتي كان فريق اللي هو بيدفع فلوس اكتر، فخلاص انا مش عايز اسيب انجلترا، لامبرد مش عايز اروح ده فاروح العب سنه وشكرا وخلاص. لكن ده دلوقتي هو ليفربول اخر 8 سنين 7 سنين هو مين اللي قصاده؟ هو سيتي. هو دلوقتي ليفربول مش قصاده مان يونايتد زي زمان. انا بقول لك اللقطه دي دلوقتي اللي ضده سيتي، اللي ضده مش مان يونايتد. فخوف اداره ليفربول. بص انا بقول لك حاجه، ليفربول عارفه ان صلاح عمره ما يروح السيتي، بس في الاول وفي الاخر اقول لك حاجه، هو صلاح انا لو مكان صلاح حطوه في خانه ياب، صلاح هيعمل ايه في الاخر؟ انا يا عم لو كنت عايز مثلا، لو كان الاختلاف على مده العقد بتاعي سنه سنتين، ولو كانت على الفلوس تمام، فانت يا معلم لو كنتش عايز تجدد لي في شهر والله طبعا كده صلاح يلعبك كده، والوكيل بتاعه يعني صالح فشخ يعمل كده. لو انا كنت عايز 100,000 جنيه وكنت عايز اجدد سنتين، طب ايه رايك 3 سنين واخد 600,000 جنيه وعبد الحليم هيدخل بالفرح تمام. طبعا صلاح يعمل كده، واي واحد في مطرحه تمام هيستغل الفرصه كده، وهو مش استغلال، يعني هو مش استغلال، واحد بيستغل الفرق. انا مستوايا يديني ان انا اخد الفلوس دي، ويديني ان انا امن مستقبلي ان انا اكمل ولمده 3 سنين حتى لو مستواي نزل بعد سنتين. بس صلاح كواحد بروفيشنال اللي هو فيه، اللي هو محافظ على جسمه ومحافظ على كل حاجه، بيعمل كل حاجه في سنه ده. صلاح مش هيجي عند 35 سنه يعني يا جدعان هيكون بكح تراب. لا يا 35 سنه. فانا بكلمك لا صلاح، انا بقول لك ده صلاح، هم ليفربول هم اللي عملوا في نفسهم كده، ولا خلصوا ولا عقد من الثلاثه، خلاص سلموا لفكره الارنولد هيمشي. صلاح لغايه دلوقتي طب يا عم صلاح اللي بيعمله لك اصلا كده قبل شهر يناير صلاح كان اون فاير فشخ. فصلاح دلوقتي زاد بكتير، يعني لو كان واحد يضربه في 3 تمام وفان دايك مستواه زاد، وفي الاخر انت دلوقتي حطيت نفسك في مأزق اللي انت مش هتعرف تستحمل ضغط جمهورك، والفرقه دي هي بنسبه 90% واخده الدوري، ويبقى جاب لك دوري بعد انت ما خلصت خدت دوري من 30 سنه رجعت تاخد دوري تاني، وبعد كده بعديها 3 4 سنين خدت دوري، فانت عايز ايه تاني؟ هو زنق نفسه بطوله ليفربول، خد دوري بطوله والله العظيم يعني لا مش بطوله، بس هو كان عامل مؤثر. عمرنا ما توقعنا مؤثر كبير، ما حدش توقع لما ارن سلوت هيجي اللي صلاح بن صلاح. مش هات لي لعيب في تاريخ الدوري الانجليزي هو هنقول هيفنش 30 من 28 30 مش هنقول 32 عمل كميه الاسيست دي في موسم واحد. ده هو ميسي ورونالدو في اسبانيا بالظبط. فبطوله انا بقول لك بطوله. ايوه ما انا بكلمك اللي هو انا بقول لك هو علّى على نفسه، هو كده بالميت. احنا بنتكلم فتره 11 ماتش، صلاح بالميت مش عارف يجيب 5 اسيست 5 تجوان بالميت، يعرف يجيبهم سهل قوي. ايوه وهيلعب كام فرقه وقع. لا كل الماتشات اللي جايه لحد بقى في الاخر ماتشات وقع، يعني ماتشات صعبه شوفوها في الاخر، ومش ماتشات صعبه يعني خلاص كله دلوقتي. هو يا باشا هو خلاص ليفربول في حته لوحده، خلص اللعبه، قفل الدوري بدري عارف يريح لعيبته. هيلاقي ماتش باريس بقى يريح، هو كده داخل ماتش باريس على الاقل يوم السبت يريح الدنيا شويه. ماتش باريس والشامبيونز ليج بقى اللي هنتكلم فيه بعدين، يعني هيشم نفسه بقى شويه في الفتره بتاعت ماتشين باريس دي. في الاول في الاخر ماتش باريس ماتش صعب، بس ليفربول لا حاسس ماتش طبعا مش حاجه مضمونه كده هنشوف 90 دقيقه لما نتكلم عن الماتش ده بعد كده، بس هنشوف ساعتها. بس نيوكاسل ونوتنجهام فورست ماتش جامد،
وضربة جزاء الناس كلها هتتكلم عليها. ايه رايك؟ على ايزاك مش هيكمل في نيوكاسل. يعني هو المشكله ايزاك هيروح فين؟ هو يروح فين بقى؟ هو في خناقه كده كده هي ليفر. يا ليفر يا ارسنال، هما كده كده قالوا هو يبقى غبي ابن جاز لو فكر يروح ارسنال، يعني يبقى غبي. خلي بالك في الاول وفي الاخر ارسنال، خلينا متفقين كل الناس بتقول اللي هي عايزه مهاجم. فايزاك انا هروح كده كده، ارسنال تاريخها ومستواها اعلى 100 مره من نيوكاسل طبعا، بس هو فانا رايح لفرقه ليها تاريخ، مدرب بيعتمد على شباب وعنده فكر محترم، تمام، ممكن اقدر اطلع منه الحاجه. طبعا ليفربول طبعا هي اللي دلوقتي اللي رايحه في حته ثانيه، وطبعا ايزاك لو راح اصلا ليفربول ده محدش يعرف مفيش يا معلم، خلاص ده راح حته ثانيه. ده ايزاك، هتخيل ايزاك صلاح قدام بقى وداروين والناس الجميله دي، لا 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 لا، ده حته ثانيه، وجاب لويس دياز وكل الكلام ويوتا. لا هو ايزاك عامل موسم اقوى من هالاند بكتير، بس الناس ما كانتش لحد فتره قريبه الناس حاسه او شايفه ده، ان الولد ما بيلعبش فيرود. هو ما بيلعبش فيرود اصلا، يعني ما تحسوش بيلعب فيرود 9، يعني ده بيلعب يعني حاجه كده ميكس من وينج على تحت المهاجم على 9، بتلاقيه في كل حته في الثلاثه اللي قدام. هو بيتحرك من اليمين والشمال لا هو لعيب تحطه في اي حته قدام هيتصرف. هنشوف يعني مش 9، مش صريح 9. انا بقول لك يعني هو لعيب، تسجيله هو اكتر واحد يعني بره التوب 6 باين، اكتر من لعيبه كتير قوي في التوب 6. هو ايزاك هو المسيطر على الدوري، هو دلوقتي 19 جون ورا صلاح قد هالاند، وهالاند دلوقتي اصابه مش عارفين هالاند هيرجع امتى. فعادي جدا ايزاك ممكن يخلص تاني الدوري، ممكن يعني في الهدافين. بس انا بقول لك هي خناقه، بس انا بقول هو انا بصراحه المشكله ان هو مفيد جدا بطريقه لعب ارسنال، في نفس الوقت برضه لو راح ليفربول هيبخ نار. يعني انا بس في هيبخ نار يعني ايزاك لو ما راحش على شماله لويس دياز وعلى يمينه محمد صلاح، هيبقى عايز ايه تاني؟ يعني هيلعب كوره جامده فشخ، بس هو طريقه لعبه وتحركاته بقى اللي ارتيتا بيعملها من غير كوره وينزل يستلم وبتاع، هو مفيد لاي فرقه هيروح. ايزاك يعني ايزاك مش هيروح، لو راح تشيلسي مثلا مش ما اظنش انه مفيد مثلا. لا طبعا مفيد لاي حد، هو فعلا هو لعيب زي ما تقول لعيب بيلعب في حته، هو مفيد لاي حد. في منظومه هتعلي مستوى اكتر، في منظومه هتعلي مستوى قوي، في منظومه اللي هي هتعليه شويه، فاهم قصدي؟ ففي الاول وفي الاخر هو مفيد لاي فرقه، واللعيب ده مش هيخلص. انا بقول لك كل اللعيب ده مش هيخلص اقل من 100، مش هيخلص اقل من 100. نيوكاسل مش كده، الارقام خلاص بقت كده يعني. بس ايزاك لو ما راحش الموسم اللي جاي، اللعيب ده عادي جدا ممكن تلاقيه بعديها الموسم اللي بعديه خلاص هو الوضع يكون اتقفل. لا هو خلاص يعني، هو مش يعني 26 تقريبا سنه 25 سنه مش فاكر يعني، بس يعني صغير قوي ان هو لسه، فاتمنى ان هو يضغط، هو مش صغير يعني تمام ويروح. فهي انا بقول لك دي من اكبر خناقات الصيف اللي جاي هو ايزاك، واكتر اتنين هيكونوا داخلين في الخناقه دي هو ارسنال وليفربول. كل واحد هيحط كل الفلوس اللي عنده كوان نمبر 1 برايورتي للفرقه بتاعتي هو ايزاك. لو خلاص بقى جلت هنبدا بقى نشوف الاوبشنز البي وسي وبتاعتنا اللي احنا بتاعتنا. طيب نبتدي بقى بال ايه بقى كفايه اهو كده الدنيا تلج يا كابتن. نبتدي بالزبون الثاني ولا نبتدي بتشيلسي؟ يا صاحبي انا قلت لك كل اللي تحت وقعوا، ما خلاص بقى يا عم انا اتخنقت يا عم والله. هتتكلم يعني عن يونايتد؟ والله احنا خلاص اتكلمنا عن يونايتد ما فيه كفايه. بس فكره اللي هو هي فكره ميم واليونايتد هيهبط وبتاع، بس كده كده يونايتد بعيد عني 11 نقطه يا جماعه عن مركز الهبوط ولا 9 نقط. طبعا حاجه مش مستوى يونايتد، بس انت مش عارف يعني في الاول. المشكله فين ما تعرفش، خلاص هي المدرب مش قادر يعني. المشكله حصلت هتقدر تلبسها في تنهايك، تلبسها في امورين كده كده الاداره نفسها يمين او شمال. لما بقى نشوف الموسم ده يخلص، يونايتد بقى توصل 10 توصل 9 توصل 8 توصل 11، يعني لسه والله الفرق بسيط قوي بين الفرق اللي فوق. تمام بص ايفرتون كان كام وبقت ايفرتون دلوقتي بقت كام، تمام فعادي جدا. لكن هو كده اقول لك على حاجه، خلينا متفقين على حاجه، يونايتد هتدخل توب 6 السنه دي ده ولا توب 10؟ انا شايف ولا توب 10 لا ولا نص الجدول. خلينا متفقين مش توب 6. فاذا مش من حاجه التاريخيه يونايتد تخلص بره التوب 10، بس تخلص توب 10، تخلص بقى التوب 10 مش فارقه، حصلها بعضها يا معلم. كده هو موسم زباله بالنسبه لهم.
ما دام انا ما وصلتش ان انا ابقى في التوب 6. حلو. اي حاجه تانية والله كارثتها يعني انت توصل سابع ثامن تاسع عاشر، بعد العاشر بدخلها في الاول. الماركت فاليو بتاعتك عماله بتقع عماله بتنزل. يعني اللعيبه دلوقتي ممكن تروح استون فيلا ما تروحش مانشستر. ما انت شفت اسينسيو يعني قدام تشيلسي، يعني مش هنتكلم في تشيلسي كتير، بس لا باريس على استون فيلا فاهم. ما اظنش لو كان مانشستر كان هيروح والله. بس ما نعرفش حاجه، بس في الاول ده كل انت قوتك كنادي في عماله في النازل في النازل في النازل لحد امتى؟ انا بقول لك كده يونايتد هنشوف ايه اللي هيحصل فيها. ما عندكش حل. كل شويه يعني اموريم لعب ماتش حلو قوي، لعب فاكر ان لعب ماتش قدام السيتي، ولعب كان اول ماتش باين قدام تشيلسي على ما اظن، مش فاكر مين، لعب ماتش حلو، بس بعد كده وقع. هيعمل ايه؟ ما نعرفش. ولسه عنده يوروبا ليج. اليوروبا ليج دي بتبتدي في سيمي فاينل اصلا يا معلم. ما اعرفش حاجه. فانا بقول لك انت دلوقتي ما تقدرش تحكم على الامورين، ما ينفعش احكم عليه. بص هو الزفت الفرقه زي الزفت، الفرقه زي الخرا، زي الزفتين وزي الخرا. بس ففي الاول وفي الاخر الدوري الانجليزي خلاص هيولع تحت المراكز من اول الثالث. خلاص ارسنال كده الثاني، خناقه بقى على خلاص على من الثالث لغايه السادس. الاثنين بتوع الأوروبا ليج يعني بالظبط. الخناقه هتبقى كده. انت شايف هيبقى في اي خناقه؟ هل مثلا ممكن سيتي توقع ارسنال، او تشيلسي يوقع ارسنال، او نوتنجهام توقع ارسنال بكلام الناس اللي تحتيهم؟ هل متوقع ارسنال يخرج من التوب 4 يعني؟ يخرج من التوب 2 مش يبقى الثاني؟ مستحيل. لا يعني صعب وفرق نقط. صعب. فارسنال خلاص كده اول ليفربول وثاني ارسنال. وشيء ثالث ورابع بقى. ثالث ورابع دي بقى. نوتنجهام مش هيخرج منها. نوتنجهام مش هيخرج من ثلاث ورابع. ماسك فيها ايه وسميث؟ سيتي ولا بورنموث ولا تشيلسي ولا تشيلسي؟ بص 4 43 41. فانا بكلمك يعني دي كارثه. انا بكلمك دلوقتي احنا بنتكلم الترتيب. لا 43 41 يعني ودي ماتش في ماتش الدنيا تتقلب من فوق لتحت. انا بشوفها ايه في بقى 43 سيتي 44 نيوكاسل 44 بورنموث 43 تشيلسي 43 استون فيلا 42. ده بنتكلم كده لغايه المركز الثامن. فانت من الثامن اللي هو 42 لغايه سيتي الرابع فرق نقطتين، من الرابع لغايه الثامن 5 مراكز فرق نقطتين. فاللي فارق شويه نوتنجهام اللي هو 47. عركه دي بقى ليه عركه. عارف اللقطه في ايه؟ انت عارف فيلم مرجان احمد مرجان؟ عارف فاكر عادل امام لما كان قاعد في البيت وانت برج ايه؟ ده بقى ارسنال وليفربول قاعدين على الترابيزه وبقيه الدوري قاعدين كده عركه. فهي الخناقه بقيه الدوري الانجليزي من اول الثالث لغايه الثامن اللي هو لغايه السادس. بنتكلم لغايه السادس والسابع دلوقتي عشان الكونفرنس ليج. فالخناقه دي اللي هو الخمس مراكز دول هيروحوا فين؟ من الثالث للرابع للخامس السادس السابع. طبعا كده نوتنجهام مش مؤمن، بس انا بقول لك نوتنجهام حتى لو وقع مش هيخرج من الرابع. اديني توقع مش تمام توقع. لا والله بص هي صعبه، بس انا بقول نوتنجهام ثالث والرابع يا سيتي يا تشيلسي، مش عارف مين. بس دولت اكتر فرقتين يعني قصدي معرضين ان هم ما يحصلش حاجه. تشيلسي اكتر واحده واقعه، بس انا المفروض اللي هي تبدا تفوت تمام. نيوكاسل وبورنموث، بس الفرقه دي ما عندهاش ديبس وقت اللي تقدر تكمل. بس انا عندي شك. وسيتي ممكن تقلب نوتنجهام. سيتي احتمال تقلب نوتنجهام، وسيتي مش هيستهبل اكتر من كده، مش هيضيع فرصه يعني، فهيخش في التوب 4 كده. بس انا عندي يعني احساس ان نيوكاسل هيرجع عادي في التوب 4 تاني. ايدي هاو في كده اخر الموسم. فاكر برضه نيوكاسل برضه فاكر من اسبوعين لما اتكلمنا وحشرها 4. ما هي فرقه 60 ب 70 ما تفهملاش حاجه، بس اخر الموسم الفرقه دي بتفنش كويس. اخر الموسم كل سنه اخر 3-4 سنين بس ما دخلتش فرص الموسم اللي فات. دخلت مره واحده في ماتش الشامبيونز ليج مره واحده. السنه اللي فاتت لعبوا على نفسهم في الاخر بس ما لحقوش يعني، كانوا فنشوا مشاكل والله. فاهم قصدي؟ انا بقول لك انت مش هتعرف تحدد من اول مركز الثالث ده لغايه المركز السادس السابع قبل الدوري الانجليزي ب3-4 جولات ولا 4 جولات. 3-4 جولات هتبدا في فرقتين طلعوا بره الحسبه خلاص، فتبدا بتصفصف على 3-4 فرق كلها خناقه على مركز بس. لكن لغايه دلوقتي ولا اي حاجه. ودلوقتي الموسم ده
نوتنجهام بتكسب ده، بعد كده اللي تحتيها بيجي يكسب ده، وده بيعمل ده. وفرق خلاص كمان دلوقتي. بص نوتنجهام عملت ايه، بص بورنموث السنه دي عملت ايه، نيوكاسل مستواها يعني، تشيلسي كانت بادئه ازاي وبعد كده نهايه ازاي. فنشوف، خلينا نشوف الايام اللي جايه، الفتره اللي جايه. ونشوفكم بقى ان شاء الله بعد تشامبيونز الاسبوع الجاي، ماتشات الدوري. عندنا حفله يعني، ماتشات كاس اسبانيا بقى تكون خلصت بالظبط. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، ربنا يعود علينا وعليكم بخير. كل سنه وانتم طيبين، كل رمضان كده وانتم بخير، وان شاء الله نبقى خفاف عليكم، والحلقات اللي هنعملها في رمضان تبقى خفيفه عليكم، ويعني نتمنى انها تعجبكم يا رب ان شاء الله. متشكرين، وكنتوا معانا في سبوتاية. سلام.